كان واحد الاحساس صعيب بزاف. ديك الليله الانفاس ديال الامه كامله تحبسات، وفي لحظه واحده الحلم ديالنا كاملين تقلب ولا كابوس. راه ماشي غير ماتش ديال الكره اللي خسرنا ديك الليله، لا، حسينا بحال خسرنا شي حاجه اللي كبر من هذا الشيء. فهاد التحليل غادي نرجعوا لديك الليله ماشي باش نبقاو نبكيو على اللي فات، ولكن باش نحاولوا مجموعين نفهموا بصح شنو وقع. وهذا هو السؤال اللي يمكن كل واحد فينا طرحه على راسه: كيفاش قدر ماتش واحد يحرك فينا هذا الكم الهائل ديال المشاعر، من الصدمه الاولى للغضب لذاك الاحساس القاصح بالظلم، وفي الاخر واحد الاحساس غريب بالوحده، بحال تاكدنا انه ما عندنا حد من غير بعضياتنا. يلا نحاولوا نفكوا هذا الشيء دقه بدقه. إذن خلينا نبداو باللحظة اللي يمكن هي اللي قلبت كل شيء، اللحظة اللي باقية محفورة في العقل ديال كل واحد فينا، البينالتي ديال الأخر. كل شيء كان حابس النفس. في الدقيقة الأخيرة جاتنا فرصة من ذهب، الأمل رجع، ولكن في لحظة كل شيء تبدل. إبراهيم دياز تقدم باش يشوط واختار يدير البانينكا، اختيار اللي قلب الفرحة لصدمة ما فهمنا فيها والو، ومع ديك الكرة اللي تشدات بواحد السهولة صفرات النهاية وصافي مشى الحلم. هاد الهضره يمكن كتلخص داكشي اللي حسينا به كاملين ديك اللحظه. الصدمه كانت كبر من الخساره نفسها، حسينا به نوع من الاستهتار، حسينا بانه تقليب على الشوف واحد اللحظه اللي كانت مصيريه. راه ما كانش غير بينالتي ضايع، كان الامل ديال 40 مليون مغربي اللي تبخر بواحد الطريقه اللي ضراتنا في الخاطر ديالنا. دابا يلا نرجعوا شويه لورا قبل من داك البينالتي، نرجعوا لواحد اللحظه ديال الفوضى اللي سبقات هادشي كامل، اللحظه اللي خلات فينا واحد الاحساس كبير بالحقره والظلم. يلا نتفكروا مزيان شنو وقع. تعطى لينا بينالتي صحيح 100%، ولكن ردة الفعل ديالهم كانت غريبه. المدرب ديال السنغال امر اللعابه ديالو يخرجوا من التيران. تخيلوا معايا المشهد، فينال ديال الكاس وفرقه قررت تنسحب. الماتش توقف تقريبا شي 15 دقيقه ديال الهرج، وفي الاخر رجعوا وكملوا لعب بحال ما وقع والو. واحد المشهد اللي الصراحه عمره وقع، وحسينا كاملين ان شي حاجه ماشي هي هذيك. وهنا فين كاين مشكل كبير، حيت القانون ديال الكره راه واضح وباين. فرقه الى رفضت تكمل اللعب صافي كتخسر الماتش بالانسحاب، ولكن اللي شفناه بعينينا كان هو العكس تماما. الفريق خرج عطل اللعب ومن بعد رجع بلا حتى شي عقوبه. هاد اللحظه بالضبط هي اللي زرعت فينا داك الشك وداك الاحساس بان الامور ديك الليله ما كانتش عاديه. وداك الاحساس بالظلم اللي حسينا به في التيران دغيا خرج من تما وتحول لواحد الاحساس اللي كبر منه بزاف، ولينا حاسين براسنا بحال كنا بوحدنا والعالم كامل كان ضدنا. هاد الجمله واخا قاصحه ولكن كتعبر على داكشي اللي حسينا به بصدق. بحال ديك الليله تاكدنا من واحد الحاجه، انه في الدنيا ما عندناش على من نتكاو من غير على بعضياتنا. المغربي خوه هو المغربي واختو هي المغربيه. هادشي ماشي هضره جديده علينا، ولكن ديك الليله تاكدنا منها اكثر من اي وقت اخر. المصادر اللي رجعنا ليها وراتنا ان الفرحه بالخساره ديالنا ما كانتش غير في السنغال، لا، شفنا فيديوهات ديال الناس فرحانين في بزاف ديال الدول، من جيراننا في تونس والجزائر ومصر وموريتانيا حتى الدول اللي بعيده بحال نيجيريا والبرازيل وحتى في نيويورك. هاد الشماتة الجماعيه هي اللي خلاتنا نحسوا باننا مستهدفين وان النجاح ديالنا كيضر بزاف ديال الناس. مزيان، ولكن من بعد ما شفنا شنو كيوقع على برا كان ضروري بزاف اننا نرجعوا نشوفوا عندنا الداخل. كان خصنا نطرحوا اسئله صعيبه على ريوسنا وعلى الاداء ديالنا حنا. وأول واحد توجهت ليه صوابع اللوم كيف العادة كان هو المدرب وليد الركراكي. كل شيء بدأ يتسائل على القرارات اللي خداها. الانتقادات كانت كثيرة، الناس بدأت كتسول وعلاش جاب لعابة اللي ديجا مصابين وخلى البونطوج ديالنا بحال شي سبيطار، علاش بقى متشبث بنفس ليكيب ديال قطر وما عطاش فرصة للاعبين جداد اللي جايين، وعلاش ما طاقش في الشباب ديال المنتخبات الأخرى. وحتى التغييرات اللي داروا وسط الماتش كان عليها بزاف ديال علامات الاستفهام. هادشي كامل تطرح للنقاش. ولكن واخا هادشي كامل، واخا هاد الانتقادات كلها، شوفوا كيفاش كانت ردة الفعل ديالنا. كلنا شفناها كيفاش وقفنا معاه، حيت في الاخر الركراكي ولد البلاد، ولدنا. كلنا تعصبنا من داك السؤال ديال الصحفي اللي قال ليه الساقل، حيت في لحظات الضعف كنبقاو مغاربه وكنوقفوا مع بعضياتنا. الركراكي يمكن غلط ولكن كيبقى واحد منا. إذن من بعد المدرب كان طبيعي أن الأنظار كلها غادي تدور للاعبين اللي كانوا في قلب التيران، وخصوصا اللاعب اللي كان في قلب الحدث، إبراهيم دياز. عشنا معاه واحد التناقض كبير. من جهة كان واحد الغضب كبير على داك الاستهتار ديالو وكيفاش قلب على الشوف بلاصة ما يقلب على الهدف، ولكن من جهة أخرى دغيا رجعنا للأقل وتفكرنا أنه ولد بلادنا، أنه هو اللي اختار المغرب على إسبانيا.
وكلنا تقريبا كلنا نفس الهضره. الماتش الجاي غادي نلبسوا التوني ديالو وغادي نشجعوه. حنا كنغضبوا ولكن في الاخر كنسامحوا لولادنا. إذا من بعد هادشي كامل، من بعد الصدمة والغضب واللوم، شنو هو الدرس؟ شنو هي الخلاصة اللي خرجنا بها من هاد التجربة اللي كانت قاسية علينا كاملين؟ يمكن أهم حاجة وقعات هي هاد النقلة اللي درنا. دزنا من مرحلة ديال أننا كنلوموا الآخرين لمرحلة ولينا كنشوفوا في راسنا. السؤال ما بقاش هو علاش داروا لينا هكا، ولكن ولا هو احنا شنو اللي خصنا نبدلو في العقلية ديالنا. بحال إلا هاد الخسارة خلاتنا نبداو واحد الحوار وطني بيناتنا على العقليات ديالنا. بدينا كنتسائلوا على ديك الطيبوبة الزايدة ديالنا، واش باقا خدامة؟ واش خصنا نبقاو دائما عايشين في عقلية الضحية؟ لا، الدرس كان واضح، خصنا نتحملوا مسؤوليتنا، نزيدوا نتحدوا أكثر ونعرفوا أن قوتنا الوحيدة كاينة في التضامن ديالنا، والأهم هو أننا بينا واحد نضج اللي كبير بزاف واخا الخسارة كانت مرة. وفي الاخر ديال الاخر كتبقى هاد الهضره هي الصح. الكبير راه كيبقى كبير. المغرب رابع العالم، عندنا انجازات اللي حتى شي واحد ما يقدر ينكرها، وهاد الخساره ما غادي تنقص من قيمتنا والو. بالعكس، خصنا نهزوا راسنا ونفتخروا باننا مغاربه وديما مغرب. وهنا فين كنخليو هاد السؤال مطروح لينا كاملين نفكروا فيه. واش ديك الليلة واخا كانت قاسية ومرة، ما كانتش في العمق ديالها واحد الربح اللي خلانا نفيقوا ونتجمعوا ونعاودوا نفكروا في شكون حنا وفين بغينا نمشيو؟ يمكن أصعب الهزائم هي اللي كتكون السبب في أعظم الانتصارات اللي جاية في المستقبل.